بسم الله. نبدأ مع بعض. لما تيجي تختار الشخص اللي هيشاركك كل حاجة في حياتك، دور على الرحمة في قلبه. اوعى تختار شخص قاسي مهما كنت بتحبه ومتعلق بيه. دور دايما على صفة الحنية والرحمة. الشخص الحنين أو الرحيم هو اللي هيهون عليك صعوبة الحياة ومشاكلها وضغطها وكل حاجة صعبة فيها. الشخص الحنين أهم من الشخص الوسيم، وأهم من الشخص الغني. الشخص اللي بيغفر وبيسامح، اللي بيعذر وبيقدر كل حاجة حتى لو كانت بسيطة، اللي بيعرف يطبطب ويداوي ويحتوي ويحس بيك ويراضيك. الشخص اللي لما تقع تلاقي ايده ممدودة ليك من غير ما تطلب، وما يديكش فرصة تدور على ايد حد غيره علشان تسندك وتقومك. صدقوني، كل حاجة ممكن تهون وتتعوض. الفلوس بتروح وبتيجي والشكل بيتغير وبنكبر، ومش بيبقى غير القلب الصادق الحنين. مش بيبقى غير الرحمة والاحتواء والحنان والونس والدفء، وهم دول أساس العلاقات. العلاقة اللي تقلل منك وتخليك على طول حزين وقلقان ومتوتر وشاكك، ده علاقة غلط. حب نفسك وعززها واكرمها، واعتزل ما يؤذيك. اعتزل ما يؤذيك. أحيانا لازم نتخلى عن اللي احنا عايزينه علشان ناخد اللي نستحقه. لما حد بيبقى ضامن وجودك لدرجة تخليه يزهد فيك، وبعد ما يعلقك بيه يسيبك ويتخلى عنك بدون تقدير لأي حاجة قدمتها علشان ترضيه، بيبقى قدامك طريق من اتنين: إما إنك تنهار وتعيش أيامك في ألم وحسرة على اللي راح واللي غدر واللي باع، أو إنك تلملم نفسك وتقوم من تاني وتندمهم هم على خسارتهم ليك، ويسألوك: انت مشيت ليه؟ سحبت نفسك كده ومشيت وسبت كل حاجة ليه؟ مين قالك كده؟ رد وقول كده، مين قالك كده؟ بالعكس خالص. اوقات كتير الانسحاب بيبقى اقوى واصح قرار تاخده في حق نفسك ورد اعتبار ليك ولكرامتك. ببساطة في ناس بتحسسك انك بتدن في ملطة او بتنفخ في قربة مخرومة، زي ما بيقولوا يعني ما تلاقيش تقدير ولا اعتبار ليك ولا لوجودك، وما ما تلاقيش جميل حتى تشال ليك ولتعبك ومجهودك، وما ما تلاقيش قيمة ليك ولكلامك ولا فايدة في اللي قدامك، وما ما تلاقيش منهم غير استهانة بزعلك وعتابك. يبقى ساعتها أبسط رد فعل ومحدش يقدر يلومك عليه إنك تدي ظهرك لكل حاجة وتمشي. من الآخر كده، أنا ما مشيتش غير وأنا من جوايا راضي وضميري مرتاح إن عملت كل اللي عليا لآخر وقت، وبكل اللي فاضل فيا من طاقة ومجهود. بس هتقول ايه؟ هي للأسف في ناس كده ما بيتمرش فيها مهما عملت، وما يستاهلوش منك حتى انك تجادلهم او تعاتبهم، ولا يستاهلوا انك تحارب عشانهم اصلا. انا من الناس اللي بتحب تدي للي قدامها كل حاجة: حب ودعم وطاقة ايجابية وتفاؤل، وعمر ما استنيت من حد مقابل. بس مع الوقت بقيت بسأل نفسي: طب وانا مين يعمل عشاني ده؟ لقيت اغلب اللي كنت معاهم عملوا معايا اكتر من اللي اديتهم. اصل انت عمرك ما هتزرع حاجة وتحصد غيرها. دايما الخير بتقبله بخير والشر بتقابله بشر. يعني من الاخر، من جد وجد. هيجوا يسألوك ويقولوا لك: انت اتغيرت ليه؟ قول لهم: ما اتغيرتش، بس قررت ابعد عن اي حد مش حاسس بقيمتي. ما بقيتش بعافر لما بشوف حد بيبعد او بيتغير او بيتعوج او بيسيب مكانه او بيقل اهتمامه. سايب كل واحد يعمل اللي يريحه. عايز تقرب قرب، عايز تبعد ابعد، عايز تفضل خليك، بس من غير نفاق وكذب. انا حد صبور اوي 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 في علاقتي باللي بدخلهم حياتي واشاركهم كل حاجة فيها. بفضل اعدي واتحمل والتمس الاعذار لابعد الحدود. ما ببعدش غير لما بوصل لحاجتين: يلي قدامي مضحي بيا ووجودي ما بقاش فارق معاه، يا بيكون استنزف كل محاولاتي ان اتمسك بيه. انا ما ببيعش ابدا،
أنا بسيب كل واحد يختار النهاية اللي تريحه. في حد تعمل له كوباية شاي يقولك شكرا وتسلم ايدك، وحد تاني يقولك الشاي ناقص سكر ليه. حد تجيب له ساعة دي يقولك تسلم انك افتكرتني، وحد تاني يقولك عندي ساعات احلى منها كتير. حد في كل خناقة يقولك عمر ما شفت يوم حلو معاك، وحد تاني يقولك هنحل الموضوع عشان كل الحلو شفته معاك. الناس نوعين، نوع عينه بتعرف تشوف الحلو اللي في كل موقف بيحصل ويقدره، فغصب عنك تبقى عاوز دايما تسعده، لو تطول تجيب له نجمة من السما هتجيبها له. ونوع لو تقيد له صوابعك العشرة شمع برضو يشوفك مقصر، وعينه ما تشوفش إلا الوحش. من كل حلو بيحصل الحياة بتتعاش مرة واحدة بس، ومفيش حاجة تستاهل انك تضحي براحتك وسلامتك النفسية علشانه. خليك في المكان اللي يحسسك بالأمان ومع الناس اللي يطمنوك، ولو كان ده مع نفسك يبقى كفاية جدا. الراحة مش في عدد الناس اللي حواليك، لكنها في إحساسك إنك مش مضطر تبرر أو تتصنع أو تتحمل حاجة فوق طاقتك. دور على راحتك لأنها أهم استثمار في حياتك. والواحد مننا مش محتاج حاجة أكتر من إن هو يبقى محتاج شخص يفهمه، شخص يفهمك صح من غير سوء ظن، شخص تتكلم معاه بمنتهى التلقائية من غير ما تحمل نفسك عبء التبرير والتفكير في كل كلمة، شخص تظهر قدامه بكل أسرارك وخيالاتك وتفاصيلك اللي ما يعرفهاش غيرك، شخص تتصل بيه 4 الفجر يرد عليك من غير ما يتعصب، ينزلك من غير حجة، شخص يمسك ايدك ويعدي بيك طريقك في الحياة، يساعدك بدون كلل أو ملل، ياخد رأيك في كل أتفه تفاصيله من غير ملل ومن غير جد، شخص في نفس نقاء قلبك، شخص ما يغزلكش وما يكسركش، يحتويك وقت عصبيتك، يعرف يتعامل مع مزاجيتك السيئة، ياكل كلاكيعك واكتئابك وحزنك وهمك وكربك بضحكة حلوة، شخص عارف كويس امتى يحضنك امتى يبعد، امتى يقرب امتى يشدك من ايدك ويقولك قوم نخرج نتمشى ناكل نتصور نرغي، شخص يحفزك على انك تصلي، شخص ما يخافش وهو معاك، يثق فيك بكل شيء جواه، ويخاف عليك من نفسك قبل ما يكون من الغريب، يزقك قدام يقولك ارجع مارس موهبتك ويساعدك فيها. انت مش محتاج غير شخص يعاملك زي ما بتعامله، وفي الفترة دي والزمن ده دي بتسمى بالمعجزة، وشخص واحد بس اللي هيكون معاك بنفس التفاصيل دي وهو نفسك. راجع نفسك في كل تفاصيلك وفي كل حياتك علشان ترتاح، ودمتم في رعاية الله.